السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان من 30 سنة، معلش هي طالبة معايا ذكريات اليومين دول، كانت ماما الله يرحمها تصحينا من النوم في الاجازه الساعه 8 وهي بتقول لنا قوموا حرام عليكم، ايه النوم ده كله؟ الظهر هيأذن وانتوا لسه نايمين. وبابا الله يرحمه لو موجود في البيت الوقت ده تلاقيه بيرد عليها ويقول لها كتر النوم في البيت بيجيب الفقر. في ايه يا حاج تهدى علينا شويه. وقبل العصر ما يأذن نكون خلصنا كل شغل البيت واتغدينا وشربنا الشاي وقيلنا شويه بعد العصر وقمنا من النوم شربنا الشاي بقرصتين حلوين او صينيه كيكه او صينيه حجازيه حلوه كده من ايد الحاج، ونقعد بقى نفكر هنعمل ايه ولا هنروح فين ولا هنزور مين ولا لو عندنا مشوار هنعمله. فراغ بقى، وقت مش عارفين هنعمل فيه ايه. ودي بمنتهى البساطه فكره كتاب نادي الخامسه صباحا للكاتب روبن شارما. امتلك صباحك وارتقي بحياتك. لو اول مره تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا لك كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القرايه او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. يعني روبن شارما ما اخترعش العجله ولا حاجه، لكن للامانه الراجل وضح لنا الاسباب اللي تخلينا نصحى الساعه 5 صباحا، ووضح لنا كمان ايه هي النتائج اللي هتترتب على ممارسه السلوك ده، وكمان حطينا على اول الطريق وعلمنا ازاي نقدر نصحى الساعه 5 صباحا، وازاي ان احنا نقدر نستغل لحظه الهدوء والسكون اللي بتكون الساعه 5 الصبح دي عشان نحقق نتائج افضل في حياتنا. والاهم من ده كله ان احنا نستمر على السلوك ده علشان يبقى عاده، وعشان نقدر نخرج من دايره ال 95% من الناس العاديين لدايره ال 5% من الناس العباقره والمتميزين. ونبدا اول سؤال: ليه اصحى الساعه 5 صباحا؟ هو انا يعني علشان ابقى من ال 5% المتميزين في العالم يبقى لازم ان انا اصحى الساعه 5 صباحا؟ ما في ناس ياما عباقره ومتميزين في مجالاتهم ومش بيصحوا الساعه 5 صباحا ولا حاجه. ايوه طبعا في، لكن انك تبدا يومك الساعه 5 صباحا ده بيخلي جوده يومك افضل. انت عندك ساعتين 3 الصبح بتعيشهم في هدوء، وبيكون عندك فرصه انك تفكر بابداع اكتر، لانك بتكون بعيد عن الدوشه والصراعات والمشتتات والتوتر اللي بنعيشه طول اليوم. وهنبدا بمعادله النجاح، وهي وعي افضل، خيارات يوميه افضل، نتائج افضل. والوعي بيبدا بقرار: انا عايز ابقى ايه؟ ايا كان المجال اللي انا بشتغل فيه، فهل انا عايز ابقى من ال 5% المتميزين في المجال ده، ولا انا عايز ابقى من 95% العاديين؟ والكلام ده بينطبق على الغفير وعلى الوزير، من اول الخباز اللي بيعمل لنا رغيف العيش لحد اللي بيعمل مركبه فضائيه. يعني لو انت خباز، في كام واحد شغلته انه يعمل رغيف العيش للناس عادي جدا، حاجه بيعملها الاف الخبازين زي ما اتعلموها من الاف السنين بطريقه اوتوماتيك، عارف يحط ايه على ايه عشان يطلع رغيف العيش. لكن في واحد قرر ان هو يتميز، مش عايز يعمل رغيف عيش عادي، عايز يجرب ويحاول ويطلع حاجات جديده، عايز يجرب نكهات جديده، عايز يبقى من ال 5% المتميز. هو عايز، عنده الفكره، لكن يقوم كل يوم من النوم يروح على شغله، يضطر يعمل طبعا العيش العادي لان هو ما عندوش وقت، لازم يشتغل وينتج ويبيع. طب هيجرب امتى؟ اليوم كله دوشه وكله صراعات، كله تشتت، هو ما وراهوش شغله بس، هو وراه حاجات كتير. لكن لما ينضم لنادي الخميس صباحا فهو كده عنده كل يوم وقت اضافي، الوقت الاضافي دوت هيستغله في تحسين مهاراته، بعيد عن ضغط اليوم والتشتت والتوتر والالتزامات اللي بنتعرض ليها طول اليوم. فاول عناصر النجاح ان يكون عندي وعي بالاهداف اللي انا حاططها لنفسي، عارفها وواقف عندها وعايز اشتغل عليها. الوعي ده هو اللي هيخليني اتبنى خيارات يوميه افضل، يعني بدل ما اشرب قهوه اشرب ميه، بدل ما اصحى الساعه 7 صباحا اصحى الساعه 5 صباحا، بدل ما اول ما اصحى من النوم امسك التليفون، اول ما اصحى من النوم اقوم على طول اتوضى واصلي والعب رياضه. بدل ما اسيب اليوم يمشي لوحده ويمشيني معاه، لا انا هقعد اجيب ورقه وقلم وهبدا احدد اهدافي من اليوم واكتب المهام اللي انا هقوم بيها على حسب اولوياتي. وكل ما اخترت خيارات افضل تخدم اهدافي كل ما قدرت اني احقق نتائج افضل. وعلشان احقق نتائج افضل في 4 محاور رئيسيه لازم اركز عليها. اول محور اني استفيد من ذكائي، يعني ازاي اقدر استغل قدراتي وامكانياتي اللي ربنا وهبها لي واشتغل عليها واحسن منها واطور فيها. لان عشان انجح في مجال معين انا مش محتاج موهبه قد ما انا محتاج تدريب والتزام. الانضباط والالتزام والاخلاص في العمل اهم كتير جدا من الموهبه. وبنشوف كل يوم ناس كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى اداهم موهبه فطريه، لكن هم للاسف ما قدروش ان هم يستغلوا واهملوا الموهبه دي وما اشتغلوش على تحسينها، وبالتالي ما قدرش ان هو يستفيد من موهبته.
وبنلاقي ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى وهبها موهبة أقل وقدرات وإمكانيات أقل، لكن هم قدروا إن هم يستغلوها، قدروا إن هم يحسنوا منها ويطوروا من نفسهم. وعندنا طبعا لاعب زي محمد صلاح فخر العرب. يمكن محمد صلاح في لعيبه كتير موهوبه اكتر منه وعندها قدرات وامكانيات في الكوره اكتر منه بكتير، لكن هو بامكانيات اللي ربنا اداها له قدر ان هو يحسن من نفسه ويطور من نفسه ويكون لاعب ملتزم ومنضبط، ودي اهم. بينام بدري ويصحى بدري، ملتزم بتدريباته مع الفريق، منضبط في اكله وشربه وفي طريقه حياته، ومش مكتفي بكده بس، لا ده بعيد عن الفريق، هو بيطور من امكانياته ومن مهاراته وبيحاول ان هو يشتغل على نفسه ويحسن من لياقته البدنيه ويحسن من امكانياته. وده ليه؟ لان هو اخذ قرار ان هو عايز يبقى متميز. فالناس المتفوقين والعباقره في مجالاتهم ما تفوقوش علشان هم ربنا رزقهم بموهبه، لكن تفوقوا لانهم قدروا ان هم يستغلوا الموهبه دي ويشتغلوا عليها ويطوروها علشان هم بنفسهم اللي يصنعوا النجاح. تاني محور لصناع النجاح لازم اركز عليه هو اني اتحرر من التشتت. التشتت اللي احنا فيه طول اليوم واللي بيلهينا عن المهام الاساسيه اللي المفروض ان احنا نقوم، وفوق كده بيسرق تركيزنا. عندي مشروع معين وقررت ان انا هقعد اشتغل عليه من الساعه 12 ل 4. حطيت اوراقي وبدات ان انا اشتغل على مشروعي. طبعا اكبر المشتتات التليفون اللي جنبي اللي ما بيفارقنيش. لسه يا دوبك هسمي الله وهبدا اشتغل، هوب جات لي مكالمه. طب تمام هرد عليها بسرعه، ورديت على المكالمه خلصتها ارجع اشتغل على مشروعي. لا ثواني، ده انا ما شفتش الرسائل النهارده وما شفتش الواتساب ولا حاجه، لا يكون في حد بعت لي رساله مهمه ولا حاجه. امسك التليفون وابدا ابص على الواتساب وابص على الرسائل وافر. طبعا في رسائل لازم ارد عليها، وفي رسائل شدت انتباهي، وفي رسائل ضايقتني، وفي رسائل فرحتني. بدات اتشتت واندمج معاها. لا خلاص هفصل بقى، كفايه كده، يلا عشان ارجع اكمل شغلي. لسه هبدا اكمل شغل، يا دوبك اشتغل ربع ساعه زهقت وتعبت. امسك التليفون كده شويه اسكرول عليه واشوف اخبار العالم. ده انا ما شفتش اخبار العالم النهارده، لا يكون فاتني حاجه. اما امسك تليفوني كده واشوف العالم حصل فيه ايه وانا مش موجود. وهكذا كل ما ابدا اركز واشتغل شويه تيجي التكنولوجيا اللي حواليا والمشتتات اللي ادمناها تقريبا واللي بقت تسرق تركيزي تخرجني خالص بره اللي انا بعمله. وعشان كده تلاقي يوم عدى عليك انت تعبان جدا ومرهق جدا من كتر الشغل، لكن تبص في الاخر على الانجاز اللي انت حققته وتلاقي نفسك ما انجزتش اي حاجه من المهام اللي المفروض كنت تقوم بيها. ويوم تاني ممكن قوي انك تكون اشتغلت وقت قليل نسبيا ومع ذلك تبص تلاقي نفسك انجزت فعلا شغل كتير. فمش معنى انك تكون انسان مشغول طول اليوم ان بالضروره تكون شخص منتج، لان ده بيعتمد على مدى التشتت اللي بتتعرض ليه يوميا. وعشان نفهم الموضوع اكتر وليه انا ممكن اكون متحمس جدا لمشروع او لفكره، او اني اخدت قرار واعي اني لازم احسن من نفسي واطور من مهاراتي واحسن من ادائي وموهبتي، ومع ذلك اسيب كل ده في عز ما انا مركز فيه وبايدي دي اروح لا اراديا كده وامسك التليفون وافضل اسكرول شويه على الفيس وعلى الانستجرام، او امسك التليفون العب او اقوم العب فيديو جيم مثلا. ده لان مخك بينقسم ل4 اجزاء رئيسيه. هنتكلم النهارده عن جزئين منهم، مخ الطابق العلوي ومخ الطابق السفلي. ولو عايز تتعمق في الموضوع اكتر وتعرف ال4 اجزاء بيشتغلوا ازاي، وبتفرج على حلقه شرح كتاب طفل المخ الكامل، الحلقه دي او اتفرج على السلسله كلها. وما تنساش تبقى تعمل لايك وشير وتشترك في القناه لو مش مشترك. في جزء في المخ اسمه مخ الطابق السفلي، وده جزء بدائي مسؤول عن حمايتنا من الاخطار اللي ممكن تكون حوالينا. ده اللي بيخليك تسحب ايدك فجاه لو مسكت حاجه سخنه، او تبعد ايدك فجاه لو شكك دبوس. يعني ده جرس الانذار اللي بينبهك دايما وقت المخاطر. وده لان الانسان البدائي كانت المخاطر محوطاه من كل ناحيه، فكان وظيفه الجزء ده انه يحميه وينبهه وقت الخطر. اللي هو الانسان القديم جعان يا ولداه وعايز يخرج من الكهف عشان يصطاد او يدور على اي حاجه ياكلها. يجي بقى مخ الطابق السفلي وخصوصا اللوزه المخيه، ودي فص موجود في مخ الطابق السفلي، تلاقيها هوب اشتغلت باقصى سرعتها عشان تثير العصب الحائر وتخليه يفرز هرمون الكورتيزول، وده الهرمون المسؤول عن الخوف والتوتر. فيبدا الانسان القديم يخاف ويتكلم نفسه، انا ايه اللي يطلعني بره الكهف ادور على اكل؟ ده بره مليان اسود ونمور ودزنانورات. لان اللوزه المخيه دايما عايزاك تقعد في منطقه راحتك، مش عايزاك تتحرك. ونيجي للجزء الثاني من المخ، مخ الطابق العلوي، وده جزء معقد ومتطور جدا. ده اللي مسؤول عن التخيل والتفكير الابداعي. ورغم ان الانسان حاليا ما بقاش حياته فيها مخاطر زي اللي كان بيتعرض ليها الانسان البدائي، الا ان مخ الطابق السفلي وخصوصا اللوزه المخيه ما زالوا بيستشعروا الخطر، وخصوصا من مخ الطابق العلوي. كل ما يحس انه هيعملها معاك ويبدا يخليك تفكر وتتخيل وتبدع وتطور من نفسك والكلام ده، تبدا اللوزه المخيه تحس بالخوف وتبقى عايزه تحميك، وتبدا تفرز هرمون الكورتيزول عشان تحس بالخوف. تلاقي نفسك تبقى متحمس قوي لمشروع او لفكره، وفي طريقك للابداع تيجي الست اللوزه المخيه تبدا تفرز هرمون الكورتيزول علشان تخوفك، وتبدا بقى تقول لنفسك
ما انا لو عملت المشروع ده ما انا يمكن اخسر، السوق اصله مش بيبقى احسن حاجه، وانا كمان ممكن ما يكونش عندي خبره كافيه، والفكره دي كمان لو قلتها لحد غالبا مش هيصدقوني وهيتنمروا عليا. يا سيدي هو انت غاوي وجع قلب؟ ما انت في وظيفه زي الفل وقاعد نايم اكل شارب ومستريح، ليه تبني نفسك بقى بافكار ومشاريع وتطوير ذات وكلام من ده؟ عامل بالظبط زي الام القلوقه اللي بتخاف جدا على اولادها، فبتفرط جدا في حمايتهم، فاي حاجه هيمسكها ابنها خايفه منها لا تاذيه وتعوره، جه يلعب مع الولاد خايفه لا يضربوه او يتنمروا عليه، جه ياكل حاجه او يجرب اكل حاجه جديده خايفه لما تكونش صحيه او تتعبه او ما تكونش مغسوله كويس، خايفه يخرج من البيت لياخد برد. طب يا ستي خلاص خليه بقى قاعد جنبك. الام دي بخوفها وقلقها الزايد بتحد جدا من قدراته الابداعيه لابنها، خوفها عليه حرمه من انشطه كتير كان ممكن يمارسها ويتعلم منها ويطور من نفسه من امكانياته ومن قدراته ويستكشف العالم من حواليه ويكتسب خبرات ويكتشف نفسه وامكانياته. عرفت بقى ليه في عز ما انت بتشتغل بتقوم وتسيب شغلك وتمسك التليفون؟ ايوه عشان تهرب. اللوزه المخيه بتحرضك انك تهرب من شغلك اللي هيتعبك دوت ويجيب لك وجع الدماغ ويخرجك من منطقه الراحه اللي انت فيها. هي عايزاك تقعد كده وتأنتخ وما تعملش حاجه لانها خايفه عليك من كل حاجه، خايفه انك تتعب في الشغل او ان حد يزعلك او انك تخسر او تفشل. فليه نتعب ونغامر؟ خلينا قاعدين في مكاننا بنسكرول على التليفون وبنلعب فيديو جيم وهننبسط قوي برضه واحنا قاعدين في مكاننا. لكن الحمد لله ولحسن الحظ ان مخ الطابق العلوي بيقاومها، هو عاوز يفكر ويبدع ويحارب ويستكشف ويطور من قدراته وامكانياته، هو عاوز يمشي دايما في طريق النجاح والابداع والتطوير. كل واحد فينا اول ما بيصحى من النوم بيبقى عنده قدرات ذهنيه محدده، ولان المهام اليوميه اللي بنقوم بيها طول اليوم بتكون كتيره فاحنا بنوزع قدراتنا الذهنيه وتركيزنا على كل المهام اللي المفروض نقوم بيها طول اليوم، زي شغلك وعيلتك واصحابك والرسائل والاتصالات والتليفون. وبالتالي جوده كل حاجه بنعملها بتكون سطحيه جدا، لان التركيز اللي بنديه لكل مهمه من دول بيكون تركيز قليل. يعني علاقتك بعيلتك مش هتبقى افضل حاجه، وجوده شغلك مش هتكون افضل حاجه، حتى علاقتك باصحابك مش هتكون افضل حاجه. بتمسك التليفون ده ممكن يكون افضل حاجه. لكن لما بتصحى 5 صباحا مفيش ازعاج، مفيش مشتتات، في هدوء وسكينه وفي جو لطيف، مفيش حاجات مثيره، كل حاجه لطيفه وهاديه. وبالتالي الجزء العلوي من المخ والمسؤول عن التفكير الابداعي والمنطقي هو كمان بيحس بالسكينه والاسترخاء وبيحس بالضعف المؤقت. عشان كده اول ما بتصحى من النوم الساعه 5 الفجر بتلاقي نفسك مش عايز تعمل حاجه غير انك تقعد ساكت في هدوء، عايز تستمتع بحاله السكون اللي انت فيه. وبالتالي المخ بيقلل جدا من افراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن القلق والخوف والتوتر، وبيزيد جدا من افراز هرمون الدوبامين والسيروتونين هم هرمونات البهجه والسعاده. وبصوره طبيعيه وتلقائيه لان مودك حلو المخ بيرجع تاني يشتغل باقصى كفاءه عنده، وتحصل لك حاله من حاله تدفق الافكار والابداع. ده لان حالتك المزاجيه بتكون في احسن حالتها وتركيزك بيكون في القمه، وده سر عبقريه اعضاء نادي الخامسه صباحا. ونرجع لثالث محور لازم يركز عليه صناع النجاح وهو الممارسه. انا هدفي اني عايز ابقى افضل لاعب شطرنج، يبقى لازم اخصص كل يوم وقت امارس فيه لعبه الشطرنج لحد ما اوصل لمستوى العبقريه اللي انا عايزه. طب علشان اوصل لمستوى العبقريه في اي مجال محتاج وقت قد ايه من الممارسه؟ في عالم اسمه اندرز إريكسون عمل بحث مهم، لقى ان الحد الادنى من الممارسه عشان تظهر علامات العبقريه محتاج 2 ساعتين و44 دقيقه يوميا لمده 10 سنين، يعني حوالي 10,000 ساعه من التدريب عشان تخرج من دايره ال 95% العاديين لدايره ال 5% المتميزين. واثناء ممارستنا في الساعات الاولى من الفجر هم 4 توجهات لازم تشتغل عليهم كويس وتطورهم وتنميهم يوم، لان كل توجه فيهم بيمثل 25% من التفوق الشخصي لكل واحد فيهم. هم توجه ذهني، توجه قلبي، توجه صحي، وتوجه روحي. التوجه الذهني طبعا اني اشتغل على عقلي واطور من قدراتي وامكانياتي واحسن من مهاراتي، بان اتعلم مهارات عقليه، اتعلم ازاي تكون افكاري دايما متفائله وبناءه، اتعلم اكتر في مجالي، اسمع من ناس خبرتها اكبر مني، اتعلم في مجالات مختلفه مش شرط في مجالي بس، لازم اثقف نفسي في مجالات كتيره عشان ابني عقلي، ابدا اطور مخي في مجالات كتيره، ابدا اتثقف، اقرا كتير، انمي عقلي ومهاراتي في مجالات كتيره مش شرط في مجالي بس. كل حاجه جديده بتدخلها لمخك بيبدا يعمل منها روابط عصبيه جديده وبيشكل مخ جديد تماما. اما التوجه القلبي فهو حياتنا العاطفيه، يعني لازم اشتغل على استقرار حياتي العاطفيه، يعني ما ينفعش اشتغل على عبقريتي الذهنيه واني اطور من مخي واني انتظر من نفسي الابداع
وانا قلبي كله مشاعر سلبيه، مشاعر خوف وقلق وتوتر وحزن. المشاعر السلبيه دي بالتاكيد هتقلل من قدرتي على الابداع. وكذلك التوجه الصحي، اشتغل على صحتي كويس جدا واهتم بيها كويس جدا، طبعا بالاكل الصحي، بالرياضه، باني اهتم بنفسي، لاني لو صحتي مش كويسه وصحتي دايما في النازل اكيد انا مش هيكون عندي قدره لا على الشغل ولا الابداع. لاني كل ما عشت بصحه احسن كل ما ده كان هيشجعني اكتر ان يكون عندي طموح وعندي حياه واحلام. اما التوجه الروحي فهو البطاريه اللي بتشحن كل ده، والمقصود بيها حاله الهدوء والسكينه اللي بنعيشها ولو لحظات في اليوم. ولحظات الهدوء والسكينه دي بفضل الله احنا بنعيشها 5 مرات في اليوم في كل صلاه. ده وقت ربنا خصصه لنا. فعلا الصلاة هي أفضل حاجة هتشعرك بالهدوء والسكينة، ومعهم طبعا قراءة القرآن والتدبر فيه والتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. اتأمل الحياة وسرعتها وازاي فجأة ممكن تخرج منها، وكمان فكر كويس ازاي تقدر تحسن نفسك عشان تقدر تحسن العالم من حواليك. وكل ما اهتميت بالتوجهات ال4 الذهنية والقلبية والصحية والروحية كل ما هتوصل للتفوق الشخصي بسرعة أكبر. آخر محور لصناع النجاح هو الاستمرارية. انا عشان اطور من نفسي مش محتاج اني اعمل تغيرات كبيره واعمل قلبان في شخصيتي، يكفي اني لو عايز اطور مهاره عندي اني احسن منها كل يوم بنسبه 1 بس في المية. بعد مرور شهر مع الاستمرار على تحسين المهاره دي بنسبه 1% كل يوم هلاقي مهارتي اتحسنت بنسبه 30%، وبعد سنه هلاقي ان مهارتي اتحسنت بنسبه 365%، وهتلاقي نفسك محقق نتائج مبهره واحده واحده ومن غير ما تحس. لو عايز تعرف اكتر ازاي تغير عاداتك للافضل شوف شرح كتاب العادات الذريه لجيمس كلير. ايوه هو جيمس كلير اللي كتب الكتاب لكن انا اللي بشرحه. وهتعرف ازاي لما تشتغل على تحسينات يوميه بسيطه ممكن كمان تكون شايفها مش مهمه لكن مع الاستمرار عليها هتلاقي نتائج مبهره. ودي هي الطريقه اللي بتتكون بيها العادات، لان العادات اليوميه اللي بتمارسها وبتستمر عليها هي دي اللي بتشكل شخصيتك واللي بتميزك وبتفرقك عن اي شخص تاني. انت عباره عن مجموعه من العادات. اقول لك شوف الحلقات، هحط لك اللينك بتاعها تحت الحلقه. تغيير بتغيير بقى. كتاب العادات الذريه فعلا من افضل الكتب اللي هتساعدك تغير حياتك. شوفها بالتفصيل هتستفيد منها. وبكده النهارده عرفت ليه تنضم لنادي الخامسة صباحا. الحلقه الجايه بقى نعرف ازاي ان شاء الله هنعملها. ولو عجبكم الحلقه ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. محتاجه دعمكم جدا عشان تشجعوني واقدر استمر في تقديم المحتوى ده. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.